ليه العميل ممكن يرفض تسجيلك حتى لو صوتك حلو؟ تخيل كده انك بتسجل حاجة بصوت جبار وبأداء رائع من وجهة نظرك، والعميل يسمعه ويقول لك الأداء مش عاجبني. ليه؟ هو انا صوتي وحش؟ لا، ما تقلقش، صوتك حلو بس الأداء في مشكلة كده، مش عارفين فيه ايه بالظبط. فالعميل يختار حد تاني. هنا بتيجي الصدمة. بس قبل ما تتصدم لازم تعرف ايه الأسباب. في أسباب كتيرة جدا بتخليك تخسر الشغلانة حتى لو صوتك حلو. أول سبب من الأسباب دي الأداء الغلط. يعني ايه أداء غلط؟ أو يعني ايه الأداء الغلط؟ أو يعني ايه أصلا ده أنا فويس أوفر وأعمل أداء غلط؟ طب إزاي؟ أقول لك. يعني مثلا لو في إعلان محتاج باور أكتر، إعلان يكون محتاج أداء أهدى، أو إعلان يكون محتاج أداء حواري، وأنت لو مش فاهم ده كويس الأداء هيبقى غلط ومش هيبقى مظبوط والعميل مش هيختار. تاني سبب الجودة الوحشة. يعني ايه جودة وحشة؟ يعني مثلا لو انت بتسجل الصوت في مكان مش معزول كويس، مكان فيه ضوضاء كتير، مش بتسجل بمايك احترافي بيطلع جودة الصوت كويسة، في الحالة دي الأداء والجودة هيبقوا وحشين ومش هيخلوا العميل يختارك. اللغة والنطق ده السبب الثالث. يعني ايه؟ يعني لو انت بتسجل تسجيل باللغة العربية الفصحى لازم تكون عارف قواعد اللغة العربية، ولو مش عارف مش عيب، استعين بمدقق لغوي يصلح لك السكريبت ويشكله لك كويس وانت بتسجل، عشان ما تقعش في مصيبة. يعني ايه مصيبة دي؟ يعني مثلا ما ترفعش المفعول وتجر الفاعل وتلخبط الدنيا. واهم حاجة التنوع في الصوت. اوعى تقع في فخ المونوتون. خلي ادائك حيوي، ما يبقاش اداء رتيب عشان العميل يختار. مش كل مشروع زي التاني، كل مشروع وله مواصفاته، كل مشروع وله طلباته. خليك مرن، خليك فليكسيبل، خلي العميل في الاستوديو لما يقول لك اداء تعرف تنفذه كويس وفي اللحظه وفي التو، عشان تبان قدام العميل انك فويس اوفر احترافي زي ما بتقول. الخلاصه، قبل ما تبعت التسجيل او تسجل الاوديشن للعميل اسال نفسك الاول، المشروع ده محتاج ايه بالظبط؟ محتاج اي اداء؟ محتاج اي تون؟ عشان تقدر تسجل الاوديشن او التسجيل الصح. وفي الحالة دي ما تقلقش، العميل هيختارك.